6 أفلام دول من أغلى شيء في حياتي وعمري ولغاية دلوقتي، اللي هم مع الله يرحمه فريدة حبيب العمر. اسمها الحقيقي زينب خليل إبراهيم محفوظ. ولدت يوم 22 من فبراير من عام 1922 في بونسويف، وبدأت حياتها الفنية مع فرقه بديعة مصاب، حيث كانت تشارك في التبلوهات الراقصة الجماعية، إلى أن التقطها السينما عام 1943 وهي 21 من العمر، وقدمتها فيعده أفلام ناجحة لاقت قبولا جماهيريا كبيرا، اشتهرت خلالها بجانب البراعة في الرقص والتمثيل بالجمال الأسمر الهادئ والأناقة المتناهية، سواء من خلال ملابسها العادية أو بدل الرقص التي كانت تظهر بها في استعراضاتها الراقصة. كونت ثنائيا ناجحا مع فريد الأطرش، وقدمت على أغنياته أحلى رقصاتها. تزوجت مرتين، الأولى من الشاب الأمريكي عبد الله كينج، ثم من رشدي أباظة، وانفصلت عنه في أواخر حياته. عاشت وحيده بعد أن اعتزلت الأضواء منذ السبعينات، وعادت للرقص عام 1984، ثم عاودت الاعتزال مرة أخرى. اشتهرت في الأفلام التي قامت ببطولتها بتابلوهاتها الاستعراضية. في 1 من شهر ديسمبر 1994 توفيت الفنانة والراقصة سامية جمال، لينتهي مشوار عطاء فني قارب النصف قرن من الزمن، بعد غيبوبة دامت 6 أيام في مستشفى مصر الدولي بالقاهرة، وبعد اعتزال عن الفن جاوز 20 عاما. ونحن هنا إذ نسجل مشوار هذه الفنانة التي اشتهرت ليس في مصر وحدها بل في العالم أجمع، حيث قدمت حفلات كثيرة في الولايات الأمريكية وأوروبا. ففي 27 من شهر مايو عام 1924 ولدت زينب خليل إبراهيم محفوظ، التي اشتهرت فيما بعد باسم سامية جمال، في قرية ونلقص التابعة لمركز الواسطي في محافظة بني سويف، من والدها الذي كان شيخا معمما ويعمل ترزيا، ووالدتها التي تنحدر من أصل مغربي، حيث أطلق عليها اسم زينب تيمنا باسم السيدة زينب. لقد عاشت طفولة شقية معذبة في كنف زوجة الأب التي كانت تعاملها بقسوة وتنهال عليها بالضرب وتعاملها كخادمة في البيت، وذلك بعد وفاة والدتها وهي في 8 من عمرها، ووصلت إلى حالة تشبه حياة الذل والأسر تحت رحمة زوجة الأب. وفي 13 توفى والدها أيضا، ولم يعد لها مكان في هذا البيت، لذا قررت الهرب للتقيم في بيت أختها التي كانت تعيش مع زوجها القريب من حي الأزهر. كان زوج أختها موظفا بسيطا، لذلك اضطرت أن تتعلم الخياطة من أختها لكي تساعد في مصروف البيت، بالإضافة لعملها في تنظيف البيت والعناية بابن أختها الصغير. كانت صغيرة على كل هذا، وكانت تلعب مع بنات الجيران حافية القدمين منكوشة الشعر، وتتعلق بعربات رش المياه لتستحم بالماء في الطريق العام. كانت حجرتها تطل على قهوة بلدي، فصادف أن استمعت من مذياع القهوة إلى صوت مطرب جديد ظهر في تلك الفترة، وهو المطرب فريد الأطرش. وكانت الأغنية التي يتغنى بها هي بأحب من غير أمل وقلبي راضي سعيد. لم تكن في ذلك الوقت قد عرفت الحب، ولكنها أحبت الأغنية وعشقت الصوت الذي يتغنى بها دون أن تراه. وعندما بلغت 14 من عمرها بدأت تبحث عن عمل تزاوله يأتي إليها بدخل، فاشتغلت عاملة في مصنع للطباعة على القماش، ثم عملت ممرضة في أحد المستشفيات. بعدها فتحت في عالمها نافذة جديدة في عالم الفن، حيث تعرفت على جارة لها مفتونة بالسينما، فأخذت تحدثها عن الأفلام الجديدة المعروضة في دور السينما، فلفتت نظرها إلى ذلك العالم الجديد الذي يشبه الأحلام، ومن ثم أخذتها معها إلى السينما، حيث حضرت فيلم ملكة المسارح، وخرجت منه مبهورة. وقررت أن تمشي في طريق الفن، وبالذات الرقص مهما كانت العقبات. وجاءتها الفرصة عندما وجدت زوج أختها ينتظرها بعلقة ساخنة بعد عودتها من السينما متأخرة، فانتهزت الفرصة وهربت إلى عند جارتها لتبدأ من هناك رحلتها الطويلة مع عالم الرقص. كان ذلك عام 1939 الذي بلغت فيه 15، حيث كانت لا تزال صغيرة السن، إلا أن مظاهر الأنوثة المبكرة كانت قد ظهرت عليها. وكان فيلم ملكة المسارح لملكة الرقص الشرقي بديعة مصابني قد ترك أثرا كبيرا في نفسها، وجعلها تهوى الرقص
وتحلم بأن تكون راقصة في فرقة الملكة بديعة مصابني. وقد كانت بديعة مصابني ملكة المسارح حقيقة، وأستاذة في فن الرقص والاستعراض. تخرج من فرقتها مشاهير الفنانين من مطربين وملحنين وعازفين ومنلوجست وراقصات. كان من بينهم من المطربين محمد عبد المطلم، إبراهيم حمودة، ومن المطربات نادرة، لورد كش، ومن المطربين الملحنين فريد الأطرش، محمود الشريف، محمد فوزي، ومن المنلوجست ثريا حلمي، إسماعيل ياسين، محمود شكوكو، ومن الراقصات حكمة فهمي، أمينة محمد، حورية محمد، بيبا عز الدين، تحية كاريوكا، جمالات حسن، هاجر حمدي. كل هؤلاء تخرجوا من مدرسة الفنانة بديعة مصابني، والتي ستكون فيما بعد صاحبة الفضل في شهرة فنانتنا سامية جمال. ولكن قبل ذلك اشتركت سامية جمال في تمثيل فيلمين عام 1939 وهما المعلم بحبح والعزيمة. واقتقاضت عن دورها في الفيلم الثاني مبلغا لا يزيد على 25 مليما، وسجل اسمها في كشوف إنتاج الفيلم باسم سامية عبد اللحمن. بعد ذلك تحقق لها حلم العمر بالالتحاق بفرقة بديعة مصابني، فقد كانت تجلس في كافيتيريا الجمال التي كانت تتردد عليها دائما. وصادف يومها وجود ابن صاحب الكافيتيريا واسمه مصطفى الجمال، الذي سمع حديثها عن بديعة مصابني ورغبتها في أن تصبح راقصة، فأبدلها استعداده في أن يقدمها لملكة المسارح، لأنه وجد فيها كسبا لفرقتها. وفعلا قدمها لبديعة مصابني، حيث شعرت الفتاة بالارتباك عندما سألتها الملكة عن اسمها، فقالت بعد تردد: اسمي سامية جمال. وفرحت زينب خليل إبراهيم محفوظ، التي اختارت لنفسها اسم سامية جمال تيمنا باسم الشخص الذي حقق لها حلم حياتها، مصطفى الجمال. فرحت بعد أن احتضنتها بديعة مصابني وقدمتها في فرقتها، وجعلت لها مرتبا شهريا قدره 6 جنيهات، غير أنها فشلت في أول رقصة فردية، فقبل ظهورها على المسرح شعرت بأن أطرافها تجمدت من شدة الخوف. ولما دفعها مدير المسرح بالقوة إلى المسرح، فوقفت جامدة أمام الجمهور بعد أن نست خطوات وحركات الرقصة، فاستقبلها الجمهور بعبارات الاستهزاء وصفير الاستهجان، ولم ينقذها إلا نزول الستار. ومن ثم عادت إلى قواعدها في الصفوف الخلفية بين الكامبرز. وفي نفس الوقت بدأت تخطط للمستقبل، للعودة إلى الصف الأول كراقصة أول. اقتنعت سامية جمال فيما بعد بأن الرقص ليس مجرد هز الوسط والبطن، وإنما هو علم ينبغي عليها أن تدرسه على قواعده وأصوله. فكان مدرب الرقص في الفرقة ومصمم الرقصات اللبناني إيزاك ديكسون هو من طلبت منه أن يدربها، فدربها على رقصتين غربيتين. الأولى رقصة النار للأسباني دي فأين، والثانية رقصة هنغرين رابسودي للموسيقار العالمي فرانز ليست. وبعد أن أصبحت تجيد هاتين الرقصتين الغربيتين، بدأت تبحث عن بدلة رقص لتقنع بديعة بالعودة بهما إلى الصف الأول، مما جعل زميلتها تحية كاريوكا أن تهديها بدلة جديدة. وقد قادتها هاتان الرقصتان الغربيتان إلى دراسة الرقص الغربي الحديث، فالتحقت بمدرسة للرقص تعلمت فيها رقصات الصالون مثل السامبا، الرومبا، الروك أند رول، الشارلستون، التانغو، الفالس. لكن سامية جمال لم تقتنع بهذا كله، وأرادت الاتجاه إلى رقص الباليه، فدرست هذا الفن على يد المدربة الأجنبية سونيا إيفانونا. ومن ثم عادت إلى الرقص كراقصة أول، تبهر الجمهور برقصاتها الشرقية والغربية، وخصوصا رقص النار التي كانت تؤديها وهي ترتدي بدلة حمراء في خطوات سريعة وهي تضرب بالدف في وسط ديكور تندلع منه لسنة النيران. وقد اشتهرت بهذه الرقصة في مطلع حياتها الفنية، وأصبحت بعد ذلك راقصة متمكنة من فنها الشرقي والغربي، وتؤدي الرقص البلدي والفرعوني والهندي، كما اتخذت لها أسلوبا خاصا بعيدا عن التقليد، فقد كان تمضي الساعات الطوال في التدريب أمام المرآة. وبالتالي حققت شهرة ونجاحا كبيرا جعل بديعة مصابني تضاعف مرتبها إلى 12 جنيها، ثم تعاقدت على الرقص في ملهى بمدينة السويس بمرتب 20 جنيها. ولما عادت رقصت في كباريه الكيت كات بإمباب، ثم ملهى الدولز، إلى أن ارتفع مرتبها إلى 40 جنيها.
ومن ملهى الدولز انطلقت شهرتها بلقب الراقصة الحافية، فقد كانت ترقص بحذاء فضي، وأثناء الرقص تمزقت فردة الحذاء فألقت بها بعيدا، ثم خلعت الفردة الثانية وأكملت الرقصة بين تصفيق الجمهور. لتعرف بعد ذلك بالراقصة الحافية. لقد بزغ نجم سامية جمال كراقصة أولى قبل أن تبلغ 20 من العمر، وكانت لا تزال تقوم بأدوار الكمبرس في الأفلام المصرية، فلفتت إليها أنظار السينمائيين ليتألق نجاحها على الشاشة أيضا، فوقعت عقدا للقيام بدور البطولة بأجر كبير في ذلك الوقت 40 جنيها، وذلك في فيلم من فات قديمه 1943 من إخراج فريد الجندي. وكادت تنتقل بهذا الفيلم من الصفوف الخلفية إلى الصف الأول كفتاة أول، إلا أن الفيلم لم ينجح جماهيريا، بل إنه سقط سقوطا شنيعا في حفلة العرض الأول، وحاول الجمهور الاعتداء على المخرج ونجوم الفيلم. وعادت الفتاة الأولى مرة أخرى إلى الصفوف الخلفية في أدوار الكمبرس، إلى أن أعاد الفنان محمد عبد الوهاب اكتشافها من جديد، وذلك بعد أن قدمها في رقصة على موسيقاه في فيلم من إنتاجه بعنوان الحب الأول، من بطولة رجاء عبده وجلال حرب وإخراج جمال مذكور. ويبدو بأن تلك الرقصة قد لفتت إليها الأنظار من جديد، وقادت خطواتها إلى طريق النجوم. ففي أثناء تواجدها لمشاهدة عروض هذا الفيلم في دار السينما، وقعت عقدين لفيلمين مرة واحدة. الأول فيلم البني آدم من إنتاج وبطولة عزيزة أمير أمام محمود ذو الفقار الذي أخرج الفيلم، والثاني كان تاكسي حنطور من إنتاج محمد عبد الوهاب وبطولتها أمام محمد عبد المطلب، ومن إخراج أحمد بدرخان. ومن ثم انهالت عليها العروض للقيام بأدوار البطولة المطلقة في أفلام أحمر شفايف أمام نجيب الريحاني، والجنس اللطيف أمام المطرب محمد أمين، وشهرزاد أمام حسين صدقي وإلهام حسين. وفي عام 1946 كان الفنان فريد الأطرش قد اتجه إلى الإنتاج السينمائي، وبدأ يبحث عن راقصة تشاركه البطولة في باكورة إنتاجه حبيب العمر 1947، فلم ير خير من تلك الفتاة التي وقفت وراءه ككمبرس في فيلمه الأول انتصار الشباب عام 1941، والتي أصبحت فتاة أولى مرموقة في عالم الرقص. وكان هذا الفيلم بداية لسلسلة من الأفلام جمعت بينهما كثناء ناجح في الغناء والرقص، وهي أفلام أحبك أنت، عفريت هانم، آخر كدبة، تعال سلم، ما أقولش لحد. وأصبحت سامية جمال في تلك الفترة ملكة من ملكات الفتنة والإغراء على الشاشة كنجمة من نجمات الرقص الشرقي. إن رصيد سامية جمال السينمائي طيلة اشتغالها بالفن 32 عاما هو 63 فيلم فقط، إذا قورنت بزميلاتها اللواتي وصل رصيدهن السينمائي إلى أكثر من 200 فيلم. وبالرغم من أنها عندما ظهرت على الشاشة في الأربعينية كانت شعلة من الفتنة والجاذبية والإغراء، إلا أننا نظلمها ونظلم المتفرج إذا اعتبرناها ممثلة تجيد التعبير عن مختلف الشخصيات التي تحتاج إلى أقنعة تخفي بها الممثلة ملامحها الطبيعية لتظهر بملامح الشخصية المطلوبة للفيلم. فقد كانت سامية جمال ذات جسد يبعث على الفتنة والإغراء، يجعل لها سحرا وجاذبية في الرقص لا في التمثيل. فكانت الشخصية الوحيدة التي تليق بها هي شخصية الراقصة الغانية التي تعبر فيها الممثلة عن نفسها ليس بتعبيرات الوجه وإنما بتعبيرات الجسد كله وحركاته الراقصة. علما بأن عبقري الكوميديا نجيب الريحاني أراد أن يصنع منها ممثلة جيدة دون الاعتماد على الرقص في فيلم أحمر شفايف، غير أنها لم تستطع إثبات وجودها أمام هذا العملاق. ولقد كونت سامية جمال ثنائيا ناجحا في الأفلام الاستعراضية مع كثير من نجوم الغناء، أمثال محمد عبد المطلب، فريد الأطرش، محمد أمين، عبد العزيز محمود، محمد فوزي، محمد مرعي، عبد الفتاح راشد، ماهر العطار. كما مثلت أمام المشاهير من فتيان الشاشة الأوائل، أمثال أنور وجدي، وحسين صدقي، ومحسن سرحان، وكمال الشناوي، ورشدي أباضة، وفريد شوقي، وعمر الشريف، شكري سرحان، أحمد مظهر. ولا بد من الإشارة إلى أن سامية جمال كان من الممكن أن تغزو الشاشة العالمية، ويلمع نجمها في السينما الأمريكية والفرنسية بعد أن اشتركت برقصة لمدة 3 دقائق في الفيلم الأمريكي وادي الملوك، تمثيل روبرت تايلور وليانور باركر، والذي صورت مناظره الخارجية في مصر. كما مثلت دور البطولة في الفيلم الفرنسي علي بابا والأربعين حرامي،
وقامت بدور مرجانة أمام النجم الكوميدي الفرنسي فرنانديل، والذي صورت منظره بين المغرب وباريس. ثم أنها رقصت بعد ذلك في فرنسا بين كان ودوفيل ومونت كارلو. وطرقت أبواب هوليوود عندما رقصت لمدة 16 شهرا في 15 ولاية أمريكية. لقد كانت سامية جمال فنانة مجتهدة طموحة إلى التجديد، بعد أن بدأت حياتها الفنية بدراسة الرقص الغربي ومن ثم الباليه. فعندما زارت فرقة باليه الماركيز دي كويفاس الفرنسية مصر لإحياء موسم على مسرح دار الأوبرا، كانت تحاول الاتجاه إلى رقص الباليه، فتعرفت بالمريز وعرض عليها الانضمام إلى فرقته، لكنها اعتذرت لارتباطها بعقود أفلام سينمائية. ومن أشهر رقصات سامية جمال السينمائية والتي تحمل طابع التجديد تلك الرقصات التعبيرية التي ادتها على موسيقى عبد الوهاب في فيلم تاكسي حنطور، وخصوصا رقصها الحلم. كما رقصت على موسيقى فريد الأطرش مجموعة من الرقصات التعبيرية مثل رقصات الأسيرة وزمردة وكهرمانة وبساط الريح واستعراض الموسيقى العربية والغربية وغيرها. وكان فريد قد رأها في رقصه النار على موسيقى دي فأيا، فاقتبس موسيقاه في رقصة أخرى بنفس الاسم في فيلم أمير الانتقام. ورقصت على موسيقى أغانيه مثل حبيب العمر، يا الزهرة في خيالي، قولي لي إيه أقوله. كما رقصت حافية القدمين على رمال صحراء الهرم في فيلم الرقص على الرمال. وإذا تحدثنا عن حياة سامية جمال العاطفية والاجتماعية، فإننا سنجد قلبها مليئا بقصص الحب والغرام تفيض بالسعادة والهناء، إلا أنها تنتهي نهايات مأساوية مثل قصص الغرام الكلاسيكي. فقد أحبت سامية جمال اثنين من عمالقة النغم الشرقي وعضوا سابقا في البرلمان، وتزوجت أمريكيا ونجما سينمائيا، وقرنت الشائعات اسمها باسم الملك فاروق. وقد كان فريد الأطرش هو حبها الأول، والذي اقترن اسمه باسمها منذ بداية حياتها الفنية، وكان الجميع يعتقد بأن هذا الحب سينتهي بالزواج حتما، خصوصا بعد نجاحهما فنيا كثنائي ناجح في مجموعة أفلامهما الاستعراضية. إلا أن فريد قد عاش معها بلا قلب، وعرف كيف ينسحب من حياتها في الوقت المناسب، بالرغم من أنه أحبها بجنون. هذا لأنه قد آل على ألا يتزوج، اعتقادا منه بأن الفنان في حاجة دائما إلى الحب المتجدد ليكون مصدر وحيه وإلهامه، وإن الزواج سيقضي على عاطفة الحب، ويقضي بالتالي على مصدر الوحي والإلهام. وكانت قصة حبهم من أشهر قصص الحب في الأوساط الفنية، وأصبحت قصة الغرام الخالد بين موسيقار وراقصة، والذي استمر سنوات طويلة. وفي 29 من نوفمبر عام 1951 تزوجت متعهد الحفلات الأمريكية شيبرت كينج، الذي كانت قد التقت به في باريس قبل شهر من هذا التاريخ. ولأنه كان مسيحيا، فقد أشهر إسلامه وتسمى بعبد ليلهام كينج. وقد سافر الاثنان إلى هيوستن بولاية تكساس، حيث يقيم الزوج لتمضية شهر العسل. وهناك في أمريكا أمضى 16 شهرا، حيث استطاع زوجها أن يحصل لها على عقود عمل في مسارح 15 ولاية أمريكية، وربحت من تلك الرحلة ما يقارب 10,000 جنيه استولى عليها زوجها، مما دفعها من طلب الطلاق والعودة إلى مصر. أما فارس الغرام الثاني فكان عضوا في البرلمان ومن الأثرياء، واسمه أحمد عبد الفتاح. نزل ميدان الإنتاج السينمائي بفيلم واحد كتب قصته بعنوان غروب، أخرجه أحمد كامل مرسي عام 1946. وقد روى في هذا الفيلم قصة غرامه مع سامية جمال، وكيف أنها تركته لتعود إلى حبيبها الأول فريد الأطرش. وهكذا تنقلت بالحب بين موسيقار وبرلماني وزوج أمريكاني، بالإضافة إلى قصتها مع الملك فاروق الذي استضافها ليلة واحدة في قصره لتصبح ملكة لليلة واحدة. وبالرغم من كل هذا، إلا أنها بقيت على حبها الأول لفريد الأطرش. فقد أحبها فريد حبا جارفا، لكنه كان نانيا في حبه ونرجسيا، أحب فيها ذاته ليدعم بهذا الحب مجده الفني وشهرته كمعبود للنساء، بينما كان حبها له يقوم على التفاني والإخلاص، وتريد أن يكتمل هذا الحب بالزواج لتحمل اسمه، لكن أنانيته منعتها من تحقيق هذا الأمل. كانت سامية جمال تعرف جيدا أنه يحبها كما تحبه، لذلك شهرت في وجهه سلاح الغيرة، وأخذت تتنقل بالحب بين النائب والملك والزوج الأمريكاني. وبعدها اقترن اسمها بالموسيقار الشاب بليغ حمدي الذي كان يصغرها ب8 سنوات،
والذي كان قد بدأ اسمه في اللمعان كملحن لأغاني عبد الحليم حافظ ثم أم كلثوم. وقد نشأت قصة الغرام بين الموسيقار الشاب والراقصة السمراء عن طريق الموسيقى والرقص، حيث رقصت في إحدى السهرات على موسيقاه، فكان ذلك هو السبيل إلى الإعجاب بينهم. ولم يكن بليغ قد اشتهر بعد في دنيا المغامرات الغرامية، ولذلك كانت مفاجأة للوسط الفني أن يقترن اسمه باسم ملكة الرقص والإغراء. كادت سامية جمال أن تتزوج بليغ حمدي لولا أنها تلقت مكالمة تليفونية من فنانه جديدة قالت لها بأنها خطيبة بليغ حمدي، وبدون أن تتحرى من الأمر عدلت عن فكرة الزواج. وكانت قصة الحب الأخيرة والتي تكللت بالزواج مع الدون جوان المغامر رشدي أباضة، وكانت سامية جمال هي الزوجة الثالثة في حياته بعد الراقصة تحية كاريوكا والمضيفة الجوية الأمريكية باربارا. وقد كان لعلاقتهما مع بعض تاريخ طويل منذ أول لقاء لهما في عام 1949 أثناء تصوير فيلم الصقر، إلا أنهما لم يتزوجا إلا في عام 1960. ومضت بهم سفينة الحياة الزوجية بعد ذلك في بحر هادئ ساكن حينا وثائر عاصف في كثير من الأحيان. وقد أقدمت الراقصة العالمية ونجمة السينما الساطعة على اعتزال الفن في سبيل الاستقرار في بيت الزوجية، وعاش بعد ذلك في شهور عسل مستمرة محسودين من الجميع. كان خلالها الدون جوان مثالا للزوج المخلص الأمين، لم يعكر صفو سعادتهما الزوجية شيء سوى إدمان الزوج على الخمر والمخدرات إلى درجة فقدان الوعي. وبالرغم من ذلك إلا أن الزوجة الوفية المخلصة تحملت ذلك إلى آخر حياته عندما توفيت عام 1982.